عمرك قابلت حد لأول مرة وحسيت إنك تعرفه من زمان أو مش عاوز تقرب منه؟ الانطباع الأولي مش بس شعور، لا 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 يا صديقي، هو حكم دماغك بيحكمه على الشخص اللي قدامك في ثانية واحدة. فخد بالك يا صديقي. تخيل تكون في اجتماع وتلاقي شخص جديد داخل عليكم الاجتماع، طريقة لبسه، شكل ضحكته، حتى من قبل ما يتكلم هتحكم عليه يا صديقي. هتقول ده وده، ده مناسب ولا مش مناسب، ده جدي ولا مش جدي. وتخيل بقى نطبق الاجتماع الاولي ده على حاجات بتحصل في حياتنا، شبه الموظف اللي الاتش ار بيقبله بسبب الانطباع الاولي. عاوز انطباع اولي كويس؟ جاست سمايل بس. إياك أن تترك انطباع أولي سيء عند شخص من الأشخاص. Never get a second chance to make a first impression. لا تتاح لك فرصة ثانية لترك انطباع أول. الانطباع الأول بس مش مجرد انطباع، لا لا لا، هو بيأثر على كل حاجة فيما بعده. ليكن دفعة جديدة داخلة ثانوية عامة مثلا، أو داخلة كلية أو جامعة أو أيا يكن، اتش عام موظف، وفجأة الدفعة ديت عملت انطباع كان جيد جدا بالنسبه للدكاتره، محترماهم او حاجه او حاجه او حاجه. الدكاتره بالطبع عندهم في عقلهم اللاواعي ان الدفعه دي كويسه، حتى لو تصرفات الدفعه دي اتغير فيما بعد. لكن يا صديقي، هذا قوه الانطباع الاولي. بص يا صديقي، الفكره هنا ان الدماغ بيحب يحكم على كل حاجه بسرعه. خد بالك يا صديقي ان الانطباع الاولي بيبقى مرجع للدماغ لاي تصرف الشخص اللي قدامك يعمله. فخلي انطباعك الاول يا صديقي هو جاست سمايل، ابتسامة بس، ابتسم بس، صدقني بتفرق. لكن السؤال هنا، آخر مرة خدت انطباع عن شخص كان صح ولا دماغك ودتك في طريق غلط؟ فكر بعقل هادي.